يختتم الزمالك تدريباته مساء اليوم الجمعة على استاد الكلية الحربية استعداداً لمواجهة المقاولون العرب، ويلتقي الزمالك مع فريق المقاولون العرب في تمام الساعة 9 مساء غد السبت على استاد القاهرة الدولي كشف الجهاز الطبي في الزمالك بقيادة الإسباني جيرارد أوسو مانزانيت. آخر تطورات حالة أحمد ربيع لاعب وسط الفريق وأوضح الجهاز الطبي أن اللاعب بدأ المرحلة الثانية من التأهيل للتعافي من الإصابة التي يعاني منها في العضلة الضامة، ويواصل أحمد ربيع البرنامج التأهيلي الموضوع له تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق لتجهيزه للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة. فايريرا يرفض تغيير طريقة اللعب التي اعتمد عليها في مباراة سيراميكا في الجولة الأولى من الدوري، حيث يصر فيريرا على طريقة 4-1-2-3 خاصة مع تعود اللاعبين على الطريقة بشكل كبير. ويأمل فيريرا في تحقيق الطريقة نتائج إيجابية مع الفريق واستمرار الانتصارات التي بدأها أمام فريق سيراميكا كيلوباترا في الجولة الأولى من الدوري. الظهور الأول للجناح البرازيلي الوافد الجديد خوان ألفين بيزيرا الذي انضم مؤخرا لصفوف الفريق، حيث تزداد التوقعات حول مشاركته للمرة الأولى بقميص الأبيض في مباراة المقاولون العرب المقرر إقامتها في 9 مساء غد السبت على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز. ولفت بيزيرا الأنظار خلال التدريبات الأخيرة، وحظي بإشادة خاصة من المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا الذي أبدى إعجابه الكبير بقدراته الفنية والبدنية بعد أن شاهده عن قرب في الميران، حيث يتمتع بسرعة كبيرة ومهارة عالية في المراوغة، إلى جانب قدرته على التسجيل من أنصاف الفرص، وهو ما قد يمنحه ورقة رابحة في خط هجوم الفريق خلال الفترة المقبلة. ويفكر فيريرا جدياً في ضم بيزيرا إلى قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة المقاولون العرب، مع احتمالية الدفع به خلال أجزاء من المباراة حسب سير اللقاء واحتياجات الفريق الفنية، وذلك بهدف منحه فرصة للانسجام التدريجي مع زملائه وكسب المزيد من الثقة قبل الاعتماد عليه بشكل أساسي في المباريات المقبلة.